حيث كان الأهلي الذي يفوز باستمرار ويحتفل بكل بطولة وكأنها الأولى، ويستمر ويبتعد عن كل محاولة اقتراب، ويرفض تبادل الأدوار، ويتسيد ويتزعم قارته، وغالبا يكون البطل يا لعراقة الأهلي. مبروك لكل جماهيره في كل أنحاء العالم بالتأكيد. برونزية أخرى للمرة الثالثة في تاريخ هذا النادي العظيم، هذا النادي العريق. نعم، إن لم يكن الوصول إلى المباراة النهائية ممكنا اليوم، فإن ذلك لا يعني التفريط بالمكتسبات القديمة. هم من كانوا ثالث العالم في البطولة الماضية، وسيحافظون على ذلك، وسيعودون بعد ذلك مرة أخرى ليحاولوا، ولن يتوقف النادي الأهلي أبدا. الأهلي يخليك تحلم، الأهلي يخليك تستنى بكرة، الأهلي بالتأكيد يخليك تعيش الدنيا حلوة. هكذا يشعر كل عاشق أهلاوي يحب هذا الفريق وينتمي له ويفتخر بتشجيعه لكيان يحصل على كل جوائز أفريقيا ويتواجد في كل حدث ويضع بصمته ويضع بالتأكيد تاريخا. الأهلي يعني تتويج الألقاب، الأهلي يعني الأرقام القياسية، الأهلي يعني بأن تسير بعيدا عن أقرب المنافسين، الأهلي يعني بأنك أكبر كيانات الدنيا، الأهلي دائما حاضرا وفي كل مرة ما يسعد جماهيره. نعم، في كل مرة في كل موسم على الأقل يحقق لقب ويسعد أنصاره ومحبيه على مستوى كرة القدم وعلى مستوى أيضا الجماهير داخل مصر حتى خارج. قول الحق، خليك جريء. النادي الأهلي أحسن فريق، 2-1 فعلوها الرجال أولاد الرجال. الأهلي يصنع الحدث بهدف أبو تريكة ويمر للسيمي فاينل المونديالي مرة ثانية في البيج فور. الأهلي يصنع التاريخ، يكتب الحدوثة. فريق يعني الآن يتجاوز أن يكون فريق كبير، تقول على فرق كبيرة، لا، هذا فريق أسطوري بالفعل، هو من خانة الفرق الأسطورية بألقابه، بأمجاده، بإنجازاته، بامتيازاته. بدأتها بعنوان من يومه، من تاريخه، في ساعات الاختلاف. الأهلي يجمع المصريين، وفي ذات الساعات وفي يوم المحن الأهلي يرسم بسمة ويرسم دمعة فرح في عيون المصريين.